نحن كشعب بنحب التلوث، بنحب لا دي ما راكبه، بنموت في التلوث. نحن لو لقينا كلمه تلوث ممكن نحشيها في عيشه وناكلها. شاورما بجنيهين، في شاورما بجنيهين، تقريبا الكيلو بتاع اللحمه عامل 100 ودقداق في الجزائر. الشاورما دي الحاجه الوحيده اللي ما زادت في البلد دي. تقول لي لحم حمير اقول لك لا، الحمار بقى غالي. ناكل اكل ضارب بيدينا ورجلينا ما مشكله، تلوث ما مشكله، لكن الموضوع يطلع برا السوق العربي. وصوتي يلي منتج غرمان. امريكا وقال لك ده كذب، روسيا وقال لك اصل عشان القمح، السعوديه وقال لك مفيش الكلام ده، السعوديه حبيبتنا واحنا بنحبها وكنا بنحج هناك. الامارات وقال لك الامارات ما قالتش كده، الامارات حبايبنا وبنروح كلنا الامارات. حتى السودان. طب ليه يا جماعه بتوع السودان؟ السودان هي كمان مش عايزه منتجات مصريه. طبعا لسان حاله بيقول حتى السودانيين اللي بياكلوا ام الرتفت نيه وسيسبال مش عايزين ياكلوا اكلنا. ايوه ما قدرنا ناكل اكلكم وبناكل روس بهايم. يلا اكلكم ده مش ياكلوا لي ابو الهول. حمايه المستهلك السودانيه عرفت انه الفواكه المصريه فيها فيروس سي، والمشكله انه المصري احسن زول ممكن ياكلك الحاجه وفيها ايدز. احسن جوافه ممكن تاكلها في حياتك ومماتك، ولو كلتها يبقى ده عيالك حماتك. بس دي ما جوافه. لا هي جوافه بس انت مش واخد بالك. شنو المميز في الجوافه؟ ايه اللي مش مميز فيه؟ ايوه دي غيرت مسار العلماء، مسار الادباء. فاكر انت الطياره الماليزيه اللي ضاعت؟ مين اللي غير مسارها؟ طيار. لا الجوافه. سمعت انت بالاديب الروائي الفرنسي التشيربو؟ منو؟ التشيربو ده الروائي ده الفرنسي دوت كان بيجي مصر مخصوص كل يوم من فرنسا عشان ياخد الجوافه ديت. فرنسا لكن ما بعيده. لا هي كانت قريبه زمان. بل حضرتك الجوافه ديت ممكن تحل لك كل مشاكلك الجسديه والاكاديميه والنفسيه برضه. بس انا ما عندي شك في الحاجات. عندك مشكله فين انت؟ في الكهرباء في البيت. تحلها لك، دي مذكوره في القران الكريم. فيها آية؟ مش فاكر. جوافه